في الملف ديال اليوم غادي نهضر لكم على سر من الاسرار اللي الناس المتحكمين في العالم ما بغاوكمش تعرفوا. اش غادي تفكر الا قلت لك باللي في الارض اللي انت فيها دابا كاين شعوب وحضارات ساكنين تحتها؟ واش عمرك سمعتي بشي حاجه سميتها سكان جو في الارض؟ الحلقه ديال اليوم فاش غادي تساليها غادي تبدل لك بزاف المفاهيم اللي عندك وغادي تقربك من الحقيقه المخفيه. خذ قهوه ولا شي حاجه مشهيها وما تنساش اهم حاجه اللي هي الاشتراك في القناه دابا نيت. ويلا نبداو على بركه الله. اشنو السر اللي كاين في القطب الجنوبي اللي كيخلي دول عظمى تبني قواعد وتنظم رحلات عسكريه في منطقه اللي من المفروض كلها غير ثلج وما ليها حتى لزمه؟ من قديم الزمان وحنا كنلقاو خرائط اللي خلاوها لينا علماء ومستكشفين، ومنهم علماء ومستكشفين مسلمين بحال الادريسي اللي كيرسموا فيها القطب الجنوبي على انه مجوف وفي حفره كبيره. ولكن هادشي كامل في الاول كان غير هضره في الاوراق، والعلماء ما مسوقينش ليه بالمره حيت ما كاينش عليه حتى شي دليل. حتى 1947 واحد الراجل الملامح ديالو كيشبهوا الهنود، عنده 45 عام، ووصفوا جسمه على انه رشيق ومشنوق، وصل لباريس بفرنسا. هاد السيد كان عنده علم كبير وسابق للعصر ديالنا بمئات السنين ويعتبروه نابغه، كيهضر 40 لغه حيه وميته بحال لغه الفراعنه. قال لهم في استجواب داروا مع الصحافه انه جا لباريس باش يتلاقى مع واحد الراجل من رجال الدين داك الوقت كان سميتو ميشيل ايفانوف، وقال لهم انه غادي يسكن في فرنسا لاسباب علميه وفلكيه كتخصو في الدراسات اللي كيدير فيها. الغريب في هذا الراجل ماشي هادشي كامل اللي قلنا، وانما الغريب هو الكلام اللي قال لهم اللي صرح فيه على انه جاي من مدينه سميتها اغارطا اللي كاينه في جوف الارض. الراجل قال لهم سميتو شيردزي، وقال لهم انه رئيس من رؤساء اغارطا. في 20 نوفمبر 1947 الصحافه نشرت المقال ديال الاستجواب اللي داروا معاه. بداو كيسولوا اسئله كثيره اللي هو جاوب عليهم بطلاقه تامه، بحال فاش سولوا على الاصل ديالو قال لهم باللي هو هندي وتزاد في التيبت ونسلو كيرجع لجينكيز خان. وملي سولوه على شكون مؤسس مدينه اغارطا اللي في جوف الارض جاوبهم باللي ما معروفش، ولكن المدينه تاسست من 56 الف سنه وكاينه تحت جبال الهيمالايا. وقال لهم ثاني باللي بزاف ديال الراهبين في التيبت عارفين بهذا الشيء وقطعوا وعد صارم انهم ما يقولوش هذا السر ولا يبوحوا بالمدخل ديال المدينه ولا يتقتلوا. وقال لهم ثاني باللي كاينين انفاق تحت الارض الطول ديالها 800 كيلومتر اللي كتوصل اغارطا بسطح الارض. وقال لهم باللي سكان مدينه اغارطا هما 20 مليون نسمه وفيهم علماء وحكماء واجسامهم كتكون مضيئه في الظلام. ومن مورا هذا اللقاء الصحفي الراجل اختفى بشكل غامض وما عمرو ما عود بان ولا لقاو ليه الاثار لحد الان. كيف قال لهم المدخل لهذا العالم في جوف الارض كاين في القطب الجنوبي، وهذا القطب عليه هضره غريبه وكثيره بزاف. على سبيل المثال وكاله ناسا فاش صوروا القطب الجنوبي بالاقمار الصناعيه اكتشفوا ان كاين هيكل كبير ديال مدينه كبيره مدفونه تحت الثلج على عمق 1 كيلومتر. وشافوا ثاني بالاقمار الصناعيه ان كاينين كائنات كتتحرك تحت الثلج تما بالضبط. والعلماء اكتشفوا ثاني ان في الثلج ديال القطب الجنوبي كاينين انواع ديال الاحماض النوويه او لادين ديال كائنات غير معروفه في كوكب الارض. والاغرب ثاني ان ناسا اكتشفوا 3 الاهرامات كاينين على حدود القاره المتجمده وما عارفين عليهم والو. والاقمار الصناعيه اكتشفوا ثاني باللي في القطب الجنوبي كاينين مداخل بحال الكهوف، وناسا صرحات باللي ما يمكنش تكون طبيعيه وبين فيها انها مبنيه من طرف شي كائنات. كاينه هاد المداخل بكثره في الساحل ديال القاره المتجمده ديال القطب الجنوبي. نخليو هاد الشيء كامل وندخلوا في الغرابه ديال بصح. في الحرب العالمية الثانية 54 غواصة كتنتمي لألمانيا النازية اختفوا في القطب الجنوبي، كانوا كيمشيو للقطب الجنوبي وما كيرجعوش. وهذا الشيء زيد عليه التقارير اللي دارت على التحركات الغريبة ديال الجيوش ديال ألمانيا النازية اللي كيخليو الحرب شاعلة في الدنيا، وهما واقفين على حدود أنطاركتيكا بالمعدات والباطوات وكيمنعوا أي واحد من أنه يقرب للقطب، حتى من صائدين الحيتان ما كيخليهمش يقربوا من تما. السؤال هو اش هذا الشيء اللي طاري؟ اشنو اللي أهم من الحرب العالمية اللي كانت نايضة هذاك الوقت وكاين في القطب الجنوبي؟ هذا السؤال تسالته حتى ميريكان في وسط الحرب وقالوا كاينه ان في الموضوع. عينوا واحد السيد سميتو ريتشارد بيرد وردوه عميد بحري امريكي، وكان هذا السيد من اشهر الطيارين في العالم هذاك الوقت. رجعوه قائد ديال حمله استكشافيه لانتاركتيكا في عام 1928. مشى بالعسكر اللي معاه للقطب الجنوبي، وفاش وصلوا قال لهم خليكم انتم في القاعده، وهز طيارته وحلق بها في جوله استكشافيه دامت مده طول من اللي كان مخطط لها. وفاش رجع قال لهم صافي يلا نرجعوا دابا الميريكان. والجنود سولوه بطبيعه الحال اشنو طاري مالك في هاد الزربه،
اشنو شفتي وانت طاير بالطياره؟ قال لهم ما شفت والو، ما لقيت والو، كاين غير الثلج. وقالوا لي الجنود ملي ما لقيتي والو خلينا هنا، مازال حنا عاد وصلنا ونقدروا نديروا شي اكتشاف جديد. وقالوا لي باللي الجنود اللي معنا راه مازال حتى ما سالاو من افراغ المعدات اللي جبنا معنا للقاعده العسكريه في القطب الجنوبي. ريتشارد رفض رفض تام وعطى الامر بالرجوع في الحين للميريكان. وفاش رجع للميريكان ما كان عنده حتى اتصال بالجيش او بالاقارب ديالو. القياده العليا ديال الجيش منعاتو انه يتواصل مع اي واحد، حتى من مراته ما شافهاش. وفجاه وبلا ما يفهم حتى شي واحد من الناس اللي خدامين معاه في الجيش، مورا ما رجع ريتشارد ترقى وعطوه مرتبة أميرال في الجيش، وكان أصغر أميرال في التاريخ ديال الميريكان. وبيني وبينكم غريب بزاف أنهم يرقيو على رحلة استكشافية من المفروض وكيف جا في التقارير أنها كانت فاشلة تماما، وموراها مباشرة عطوه تمويل لرحلة أخرى لأنتاركتيكا مباشرة من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في نفس العام بالضبط. وبيني وبينكم تاني السؤال هو علاش غادي يمولوا رحلة ثانية والرحلة الأولى كانت فاشلة وما لقاو والو؟ بالإضافة إلى أنهم يلا خارجين من حرب عالمية لاستنزافات المالية العامة ديال دولة أمريكا. كتبوا في التقارير أن هدف البعثة هو هدف بحث علمي، وبالعقل واش هما يلا خارجين من حرب عالمية ومشاكل كثيرة بقى لهم غير البحث العلمي؟ والغريب في الأمر هو أنهم غاديين ب 700 جندي مسلحين من الراس للرجلين، بالإضافة إلى ترسانة ديال الطائرات الحربية وحوامل الصواريخ، الشيء اللي ما كيتوافقش مع رحله استكشافيه علميه وفي ارض فيها غير الثلج وخاويه. والغريب تاني هو ان الرحله خدت غير 6 الاسابيع في عوض 6 شهور اللي خطوا لها في الاول. ومباشره بعد انتهاء الرحله الاتحاد السوفيتي والميريكان داروا اجتماع طارئ بيناتهم، اللي اصلا كان مستحيل يوقع ويتجمعوا، حيث الميريكان والاتحاد السوفيتي كانوا كيكرهوا بعضياتهم بشده وداخلين في حرب بارده بيناتهم هذاك الوقت. في هذاك الاجتماع اتفقوا على معاهده سميتها معاهده القطب الجنوبي اللي وقعت على 53 دولة من الدول العظمى ديال العالم. المعاهدة كتنص على حظر تجوال بحري وجوي كامل على منطقة القطب الجنوبي، وحظر جميع الرحلات المدنية والتجارية من أنهم يوصلوا للقطب الجنوبي، بالإضافة إلى منع كل أي دولة أنها تحط الجيش ديالها تما أو تستعمل أي نوع من الأسلحة بحال القنابل والصواريخ أو تجارب ديال الأسلحة أو أي حاجة فيها العنف. وزادوا منع كل أي دولة في العالم أنها تاخد شي ثروة من ثروات القطب الجنوبي المعدنية. أشنو شاف ريتشارد بيرد تما اللي خلاهم يديروا هذه الحالة كاملة على أرض من المفروض أنها خاوية وفيها غير الثلج؟ في وحده من المقابلات اللي دار ريتشارد في التلفازة مع الصحافة صرح باللي في آخر رحلة للقطب لقى اكتشاف اللي غادي يخلي جميع معلوماتنا على العالم صغيرة ومساوية والو، وأن الدولة ديالو الميريكان لفكرت تدخل في حرب عالمية تاني خاصها دير حسابها لأنها غادي تحارب عدو ما كيتغلبش. فاش سولوه وقالوا لي اشنو كتقصد، اشنو شفتي تما، جاوبهم وقال لهم انا لقيت ارض كبيره ولكن حتى واحد ما خاصو يمشي ليها حيت عامره مأهوله، ورفض يزيد اي توضيح، وعمره ما عاود طلع في شي لقاء او استجواب مره اخرى في حياته كامله بحال شي حد منعه من الكلام. وشويه موراها ريتشارد بيرد مات، والغريب ان عائلته ما تسمحش ليهم انهم يستلموا الجثه ديالو او يشوفوها، ولكن السر ديالو ما ماتش معاه حيت جميع التفاصيل ديال حياته كان كاتبها في كتاب الذكريات كيف تنقولوا، وبنته نشرات هذا الكتاب من بعد ما مات، وتقدروا تلقاوه وتقراوه في الانترنت بكل سهوله. الكتاب عاود لينا كل شيء على الرحلات ديالو، وقال باللي في البدايه ديال الرحله الاولى ديالو ما شاف والو غريب غير الثلج، وفجاه وهو طاير بالطياره ديالو بان ليه بحال السور الجليدي كبير الارتفاع ديالو 700 متر، وقال باللي ما كانش شايف والو على اليمين واليسار ديالو بحال هذا السور الجليدي ما عندوش نهايه. وقرر انه يزيد من الارتفاع ديالو بالطياره باش يفوت هذاك السور ويشوف اش موراه. اعطى الامر للطيار الثاني اللي راكب معاه انه يلوح اي معدات زايده في الطياره باش يخفف الوزن ويرتفع اكثر. بالفعل ملي ارتفع شاف العجب، شاف الخضوره والربيع والماء ما متجمدش، وقال باللي درجه الحراره كانت معتدله، وقال باللي فاش شاف هذا الشيء قرر يرجع بسرعه للقياده في الميريكان ويعاود لهم اشنو لقى. ملي صرح لهم بهذا الشيء القياده العليا حطوه تحت التحقيق، وقال باللي كل من الرتبه العاليه ديالو كنشدوه في الحبس، وقالوا ليه ما يعاودش هادشي اللي شاف لحتى واحد في الدنيا ويدير بحال ما شاف والو. وفي الرحله الثانيه ريتشارد قال باللي بدات مع 6 الصباح، والهدف ديالها كان هو يرجع لهذيك المنطقه الخضراء ويشوف واش عايشين فيها البشر. قال باللي كل شيء كان غادي في امان الله حتى وصلت تسعود والاتصال تقطع ما بين طيارته والقاعده العسكريه، وقال باللي شاف الجبال خضراء والطبيعه خضراء وزوينه، وقال باللي شاف حيوانات الماموت المنقرضه مازال عايشه تما، وشاف قطيع
كبير منه. مع ال11 ريتشارد شاف حفرة كبيرة غارقة بزاف وقرر هو والفريق ديالو يخاطروا ويدخلوا وسطها. مع ال11:40 قال بلي شاف في الحفرة عالم آخر فيه نباتات غريبة ما عمرو شاف بحالها. من مورا 10 دقائق في الحفرة ريتشارد قال بلي شاف جسم طائر كيحلق قريب من الجناح ديال الطيارة ديالو اليمين. هاد الجسم الطائر قال بلي ما عمرو ما شاف بحالو وبلي ما كيدير حتى صوت وهو كيطير وما كيفرز حتى شي حاجة بحال ما عندوش محرك. وفجأة هذاك الجسم الطائر طلق عليه مشعاع اللي ضارب الطيارة وخلاه يفقد التحكم في طيارته وقال بلي بحال توقفوا وسط الهواء وما بقاوش كيتحركوا. وموراها أجهزة الاتصال ديال طيارته خدموا وسمع صوت تيقول ليه مرحبا أيها الأميرال ارتاح نحن مسالمون لا تقلق سننزل بكم للأرض خلال 4 دقائق. بطبيعة الحال هما دواو معاه باللغة اللي كيفهمها اللي هي لونجلي وانا ترجمت من لونجلي للعربي باش نفهموا كاملين. وبالفعل نزلوا كاملين وخرج من الطيارة الغريبة مخلوقات في شكل وصفهم ريتشارد على انهم عينيهم كبار وكحلين ومجبدين وشادين ليهم راسهم كامل تقريبا. قربوا من ريتشارد وقالوا لي غادي تمشي معانا وهو وافق حيت ما قادر يدير والو بالخلعة. قال بلي داو لواحد القصر ضخم ومصايب من مادة كتشبه الكريستال وكيلمع بزاف. وصلوه وسط القصر للملك ديالهم وقال ليه بلي انت دابا في مدينة اغارطا وبلي كيدمروا اي طيارة قربات منه وسمح ليه هو طيارته انهم يدخلوا وما دمرهمش حيت بغى يبلغ رسالة لقادة كوكب الارض. قال ليه ما تضربوش بالقنابل او الاسلحة قريب من القطب الجنوبي وقال ليه بلي الحروب اللي كطرا على سطح الارض كتاثر عليهم وبلي فاش كانت نايضة الحرب العالمية كانوا كيصيفطوا طيارات من اغارطا كتدمر حاملات الصواريخ ديال البشر حيت تقدر تاثر عليهم في عالم جو في الارض. وقال ليه تاني بلي حنا غادي نسمحوا لك انك ترجع في حالك باش تخبر القادة ديالك اننا حنا مسالمين وعايشين تحت الارض وردوا بالكم من الحروب راه كتاثر علينا بزاف. ريتشارد وصفهم بانهم متطورين بزاف وعندهم حضاره وعلم سابقين بمئات السنين به وباللي السكان ديالهم كاين منهم اللي كيشبه البشر وكاين منهم اللي مختلف تماما على البشر. وقال باللي مدينه اغارطا غير وحده من بزاف ديال المدن اللي تحت الارض. وصرح ثاني باللي كاينين من 8 ل 10 المداخل الجو في الارض من هذاك الشيء اللي قالوا ليه اللي كتربط العالم ديالنا بالعالم ديالهم. وقال باللي كاين مدخل تحت تمثال ابو الهول في مصر ومدخل في مثلث برمودا ومدخل في القطب الجنوبي اللي دخل منه هو نيت. واعترف في كتابه باللي الملك ديال اغارطا قال ليه ما تعاودش تجي هنا مره اخرى وبلغ العالم بهذا الشيء باش يعرفوا الحقيقه. وهذا الشيء كيتوافق بالفعل مع الاجتماع اللي دار بين الدول والمعاهده اللي وقعوا عليها ديال حظر التجوال في القطب الجنوبي. ونزيدك ماشي غير ريتشارد اللي دوا على هاد السكان كاين حتى الدكتوره مايا صبحي اللي شرحات كل شيء عليهم وتقدر تلقى الحلقات ديالها في اليوتيوب واللي حتى هي اختفت في ظروف غامضه مورا التصريحات ديالها. وحتى هي قالت باللي عندهم رؤساء وملوك وشعوب تحت الارض وباللي الهدف ديالهم يوقفوا الحروب ديالنا حيت الاسلحه والصواريخ كتاثر على العالم ديالهم. وزادت قالت باللي عندهم واحد التنبؤ في العالم ديالهم كيقول باللي نهايه الحضاره ديالهم والعالم ديالهم غادي يكون بسبب الحروب ديالنا. في نظرك واش هادشي يقدر يكون بصح؟ وللتذكير انا ما كنكذبش وما كنصدقش هادشي كيف كنقول لكم ديما انا كنجيب لكم المعلومات وانتم عندكم الاختيار اشنو ديروا بها. ما تنساش البارطاج والاعجاب وخلي لي رايك في التعليق كيهمني بزاف نعرف رايك في هذه الحلقه بالضبط واهم حاجه الاشتراك في القناه. الى الحلقه المقبله ومن هنا لتما خلي ديما خيالك مفتوح.